من أول مرة شفنا جينو كلنا حسينا إنه وراه قصة مأساوية، بس محدش توقع إن السر الحقيقي مش عنه هو بل عن أخته الصغيرة. الكل فاكر إنها ماتت وإن جينو ضحى بكل حاجة عشان عيلته، لكن بعد ما رجعت المشاهد كذا مرة لقيت تفاصيل صغيرة بتكشف حقيقة مختلفة تماماً. أخته يمكن ما ماتتش أصلاً، والمفاجأة الفيلم نفسه بيخبي ده قدام عيوننا من أول مشهد. خليني أقولك إزاي حاجة بسيطة جداً في الفلاش باك بتاع جينو بتغير كل اللي كنا فاكرينه عن قصته وعن سبب تحوله الشيطان. قبل ما نبدأ في الفيديو دوس لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد عن كي بوب ديمون هانترز. في شخصية في فيلم كي بوب ديمون هانترز محدش بيتكلم عنها خالص، ظهرت يمكن نص دقيقة، مفيش اسم ولا حتى مذكورة في القائمة الرسمية، بس صدق أو لا تصدق قصتها هي المفتاح اللي بيفك كل ألغاز الفيلم. الفيلم بيبدأ بمشهد بيورينا الصيادين وهم بينقذوا قرية من الهلاك، وبيشوفوا أم وبنت صغيرة بينقذوهم في آخر لحظة. الناس شافت المشهد وعدت عليه، بس لما تبص كويس على تفاصيلهم هتلاحظ حاجة غريبة جداً. وشوشهم، ملامحهم، نفس التصميم، نفس اللبس، كل حاجة شبه عيلة جينو اللي شفناها في الفلاش باك بتاعه. واللي يعرف أسلوب الفيلم عارف إنهم عمرهم ما بيكرروا تصميم شخصية بالصدفة. ده معناه حاجة واحدة، الست والبنت اللي اتنقذوا مش ناس عادية، دول أم جينو وأخته. وده يغير كل حاجة، لأن جينو قضى 400 سنة شايف إن عيلته راحت بسببه، شايف إن كل حاجة انتهت، لكن الحقيقة إنهم اتنقذوا على إيد نفس الناس اللي هو قرر يحاربهم. تقدر تتخيل الإحساس؟ كل اللي عاشه، كل الندم، كل الألم كان مبني على كذبة. اللي حصل بعد كده هو اللي بيخلي القصة كلها تاخد منحنى تاني خالص. بعد ما الصيادين أنقذوا الأم والبنت، الأم شافت الحقيقة بعينيها، شافت تمن الصفقة اللي ابنها عملها زمان، إزاي راح ضحية وعد كاذب، خسر كل حاجة علشان راحة مؤقتة، وساعتها قررت تعمل العكس تماماً. مش صفقة مع الشيطان، لأ، دي كانت صفقة مع القدر نفسه. كانت جملة واحدة بس غيرت التاريخ. دمي هيحاربهم كل جيل لحد ما نمسح الغلط اللي ابني عمله. ومن اللحظة دي عيلتها اتربطت بعهد روحي، عهد يمتد عبر السنين. كل جيل منهم هيولد فيه صياد، كل جيل هيكمل الحرب ضد الظلام علشان يحرر روح ابنها من اللعنة اللي حصلته. كانت تضحية تعادل تضحيته بالظبط. واحدة باعت روحها للخير والتاني باعها للطريق الغلط، بس القدر زي دايماً ما بيسيبش القصص تنتهي بسهولة. بعد ما الأم ربطت دمها بالعهد ده السنين بدأت تمشي، لكن العيلة دي ما كانتش عادية تاني. كل جيل كان بيولد فيه بنت أو ولد عنده صوت مش طبيعي، صوت يقدر يطرد الظلام، يحس بالشر ويحاربه بالأغاني بدل السلاح. وفي كل مرة كانت اللعنة بتضعف بس عمرها ما اختفت، لحد ما وصلنا للجيل الأخير، الجيل اللي منه خرجت هانتريكس. الناس فاكرة إن هانتريكس مجرد فرقة فنية بتحارب الشر بالغنى، لكن الحقيقة أعمق من كده بكتير. هم الامتداد الأخير للعهد اللي بدأ من 400 سنة، العهد اللي بدأته أم جينو واللي اتنقل في دم أجيال لحد ما وصل لرومي وزوي ونيرا. اللي بيغنوه مش بس موسيقى، ده نداء من ماضي بعيد، من وعد قديم، من روح أم بتحاول تفك لعنة ابنها اللي ضاع زمان. وهنا بقى السؤال اللي بيقلب القصة كلها، فين راحت روح أخت جينو بعد كل ده؟ بص على زوي شوية، دايماً بتحاول ترضي الكل، خايفة تزعل أي حد حتى على حساب نفسها. دي مش مجرد طيبة، دي علامة إنسانة عاشت الفقد من قبل، الإحساس إنها ما كانتش كفاية عشان تنقذ اللي بتحبهم. نفس الوجع اللي عاشته أخت جينو لما فقدت أخوها قدام عينيها. لما سر رومي اتكشف، زوي سحبت سلاحين من 6 بس، ما قدرتش تأذي صاحبتها. كأنها اتعلمت عبر حيوات كتير إن لما العيلة تبقى العدو الكل بيخسر. وزي ما جينو كان بيغني علشان يخفف ألمه، زوي كمان بتعمل كده. أغانيها كلها جروح مفتوحة بصوت ناعم. اسمعها في جولدن وهي بتقول: عشت حياتين، حاولت أرضي الجانبين وما كانش ليا مكاني. الناس فاكرة إنها بتتكلم عن كونها نص أمريكية ونص كورية، بس المعنى أعمق بكتير. هي فعلاً عاشت حياتين، حياة الأخت اللي اتلعنت وحياة الروح اللي اتولدت من جديد بعد قرون. وفي اللقطة الأخيرة زوي لابسة سترة عليها وش نمر. النمر مش مجرد ديزاين، ده روح جينو اللي لسه بتحارسها. من بعد موته بالأرواح اللي كانت بتحميه اتحولت تحميها.
يعني ببساطة زوي مش مجرد حفيدة من سلالة الصيادين، هي امتداد وإعادة ميلاد. روح أخت جينو عاشت في دم الأجيال لحد ما وصلت ليها. 400 سنة من الألم والندم علشان اللحظة اللي فيها الغفران أخيراً يحصل. القدر استنى اللحظة دي، وزوي كانت المفتاح اللي بيربط الماضي بالحاضر والغفران بالألم. بس هنا بقى الجزء اللي يخلي أي حد متحمس للجزء التاني. تخيل لو في يوم زوي بدأ يجيلها ذكريات مش من حياتها دي، بتشوف كل حاجة، كل حياة عاشتها وكل موت مرت بيه، قرون من المعارك ضد الشياطين، وكلها راجعة للحظة واحدة، لحظة الهجر اللي كسرت العيلة دي للأبد. وفجأة تدرك الحقيقة، جينو ما اختفاش، روحه لسه موجودة محبوسة جوه سيف رومي، صوته لسه بيناديها، بيقول لها أنا هنا لسه مستني. وهنا زوي بتقرر تعمل المستحيل، تبدأ رحلة جديدة عشان ترجع أخوها، رحلة مليانة خطر بس كمان مليانة أمل. ولما أخيراً يقفوا قدام بعض بعد 400 سنة، اللحظة دي مش مواجهة، دي غفران. الكلام اللي ما اتقالش، الدموع اللي ما نزلتش، اللقاء اللي الزمن كله كان بيستناه. جينو افتكر إنه دمر عيلته، بس في الحقيقة هو اللي حررهم. ولما زوي تلاقيه أخيراً، هيفهموا الاتنين إن اللعنة اللي فرقتهم كانت الطريق الوحيد إنهم يتقابلوا من تاني. يمكن دي تكون نهاية اللعنة، أو يمكن تكون بداية قصة جديدة تماماً. وده يا جماعة كان تفسير القصة جينو وأخته، اللي يمكن تكون مش مجرد نظرية، يمكن تكون الحقيقة اللي كانت مستخبية من أول مشهد. بس زي ما دايماً بنقول، دي مجرد قراءة من اللي شفناه، ممكن تكون صح، ممكن تكون غلط، بس الأكيد إنها بتخلي القصة أعمق وأجمل. قولولي بقى في الكومنتات، هل تتوقعوا إن زوي فعلاً أخت جينو في حياة تانية، ولا دي صدفة غريبة من القدر؟ وافتكروا، دعمكم هو اللي بيخلينا نكمل، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك لو بتحبوا النوع ده من التحليلات، وسيبولي رأيكم تحت. يمكن المرة الجاية نكتشف سر جديد من عالم كي بوب ديمون هانترز.